بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي، قبل يومين كده جالي واحد وقال لي يا ابو حميد، بسم الله ما شاء الله يعني عليك، بقيت واحد صاحب علم يعني، وبقيت تتكلم في الدين، وبقيت يعني بسم الله ما شاء الله ناجح في حياتك، وبقى معاك فلوس كتير ومش عارفه ايه. فانا قلت له بص، يعني انا من سنتين كده او ثلاثه، يعني ما كنتش مثلا واحد صاحب علم، ولا كنت صاحب مال مثلا، وما كنتش صاحب الفكر اللي هو بتكلم بيه دلوقتي يعني خالص تماما يعني. فبص، خد السلم درجه بدرجه. عمرك ما هتقدر من سلمة اللي انت الصفر اللي فيها دي هتوصل في 100 في خطوة واحدة. لازم تطلع السلمة واحدة بواحدة. بص، اسأل، مجرب، ما تاخدش الكلام من دكتور. السلم ده فيه وقعات كتير خالص، وطول عمرك هتقوم وهتقع كتير جدا، بس ما تيأس. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني مهما كانت ذنوبك كتيرة، عادي، قوم، ربنا غفور رحيم. قل يعني يا حنان يا منان، قوم عادي. مهما كانت غلطاتك كتير، مهما كان اي حاجه، خمر، يعني في ناس صحابه رضوان الله عليهم كانوا في منهم كان ماضي الشرك واسلم. سيدنا عمرو بن العاص قعد 20 سنه يقاتل الصحابه وبرضه اسلم. وقبل ما يبايع رسول الله قال له يا رسول الله، كنت اقتل 20 عاما فيغفر الله لي. قال الا تعلم يا عمرو ان الاسلام يجب بما قبله. ما تخافش، التوبة دي حاجة جميلة جدا. قوم وارجع تاني للطريق الاستقامة. مهما كانت الفلوس، انت بص، صحيح في طريق انا وحاجة، انا بدأت بالفلوس، بدأت بالرياضة، بعد كده لقيت نفسي كل الحاجات دياتي بتأدي لطريق الحق اللي هو طريق ربنا. فانت ما تستغربش، كلها في الاخر الطريق بيؤدي الى ايه؟ حاجة واحدة بس، وهي الجنة. فانت قوم. يا ريت مش انت لو قاعد مكانك عمرك ما هتتقدم ابدا. لكن ما تنفعش انت مثلا واحد موظف في شركه كل يوم بتعمل نفس الروتين وانت اصلا مش عارف انت رايح فين. لكن قوم وروح شوف انت رايح فين. ايوه، انت مش عارف انت فين وجهتك بالظبط، فين السفينه هترسي، بس انت عارف ان هي في الاخر بتتحرك، مش ثابته. وانت اصلا عارف مثلا اخر يوم انا هاكل ايه ولا مش عارف ايه، لا، انت عارف في سواء انت هتاكل ايه، بس انت عارف ان السفينه هتتحرك، وفي اخر المشوار هتاكل حاجه كويسه جدا. فاخوتي الاعزاء، اتمنى الله يعني ان يشرح صدري وان ييسر امركم، والله المستعان.